وأنا باجري بسرعة، وكنت شايلة الكتب والحاجة، ووقّفت ميكروباص عشان معييش تمن التاكسي، وكنت خايفة أوي من اللي أنا عملته، وقلبي كان بيدق بسرعة، وأول ما وصلت البيت حطيت الحاجة على الأرض ودخلت أوضتي بسرعة، وقفلت الباب على نفسي، خدت نفس ومديت إيدي في هدومي عشان أطلّع السلسلة، وهنا كانت الصدمة، السلسلة اختفت، قلبت الدنيا عليها لكن ما لقيتهاش. طب إزاي؟ معقول تكون ضاعت منّي؟ طب ضاعت منّي إمتى؟ وأنا باجري عشان أركب والّا وقعت عندها والّا وقعت على السلِّم؟ يا رب تكون وقعت عندها في البيت. فضلت محتارة مش عارفة أعمل إيه. للأسف ما عرفتش أستفيد من السلسلة، في نفس الوقت ضاعت وأكيد أختي هتدوّر عليها. حسّيت بخيبة الأمل والحسرة، بس في نفس الوقت كنت مرتاحة إن السلسلة مش معايا، لإنّي كنت حاسة بالذنب لمّا عملت كده. المهم بعد 3 أيام لقيت فرح بتكلمني، قُلت يا لهوي! دي أكيد خدت بالها إن السلسلة ضاعت. خُفت في الأول إني أرُد عليها، لكن بعدها رديت ولقيتها بتقول لي: "فريدة، إيه رأيِك ننزل بُكرة وناخد العيال ونقعد في النادي، حتى يتهوّوا شوية بدل الملل ده؟" قُلت لها بتردد: ها؟ طيب ما فيش مشكلة." وبعد ما قفلت معاها قُلت لنفسي أكيد ما خدتش بالها إن السلسلة ضاعت، والّا يمكن عايزة تجيبني بُكرة في النادي عشان تعاتبني، مش عارفة. المهم إني رُحت معاها تاني يوم النادي وقعدنا، وطبعًا هي اللي كانت عازماني أنا وعيالي، وعدّى اليوم عادي وكان يوم جميل. وبعد 3 أيام لقيتها بتكلمني وبتقول لي: "باقول لِك إيه يا فريدة، ما تيجي تقعدي معايا شوية، أنا قاعدة زهقانة وجوزي خد العيال عند حماتي وهيتأخر، إيه رأيِك تيجي تقعدي معايا ونقعد مع بعض ونطلب بيتزا ونتفرج على فيلم جديد." قُلت لها: "ماشي، هاقول لجوزي وهو أكيد مش هيمانع." وفعلًا قُلت لجوزي وسِبت العيال أنا كمان عند حماتي، ورُحت لها من أول اليوم، وكان اليوم جميل جدًا من أوله، وقعدنا وأكلنا بيتزا وحلويات واتفرجنا على أفلام ومسلسلات حلوة واتسلينا. وفي آخر اليوم بالليل قُلت لها: "باقول لِك إيه يا فرح، ما تحطّي لي كده حتتين من البيتزا وشوية حلويات لجوزي وعيالي أفرّحهم بيها." قالت لي: "بس كده، من عينيا، على أمّا تلبسي هدومِك أكون جهّزتهم لِك." وخرجت من الأوضة على المطبخ، وأنا بدأت ألبس هدومي عشان أنزل وأروّح، وأبُص بعيني كده لقيت حاجة ما كنتش أتخيّلها، لقيت الكومودينو عليه فلوس كتير أوي، مبلغ كبير جدًا،